فلا شك أن الذي يوفقه الله تعالى لبذل روحه والقتال في سبيل الله تعالى بلا شك أنه على فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يجتمع غبار أثير في سبيل الله ودخان جهنم في أنف امرئ أبدا. لا شك أن تعلق النفس بالجهاد في سبيل الله ورغبة النفس لسفك هذا الدم وسحق الجماجم وتقطيع الأجزاء في سبيل الله جل وعلا ودفاعا عن دينه لا شك أنه شرف للمؤمن. وبين الله عز وجل أنه إذا قاتل المرء الكفار لم يستطع الكفار ولم يحدثوا أنفسهم أصلا بأن يأتوا ويقاتلوا. وما تجرأت اليوم والله دول الكفر سواء من أمريكا ومن حلفائها ما تجرأوا على قتال المسلمين واغتصاب نسائهم وترميلهن وما يوقعون على الإسلام والمسلمين كل يوم والآخر من الإفساد والتقتيل. ما تجرأوا على ذلك إلا لما رأوا المسلمين أصلا ما فكروا أن يفتحوا بلدانهم ولا أن يقاتلوهم. الآيات الواردة في القتال للكفار وفتح البلدان فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. لو كان المسلمون فعلا طبقوا مثل ذلك لما وصلنا والله إلى الذل الذي نصل إليه اليوم.